مجيبا كل داء أنت في كل جميل وجمال يا مطاع قد تجليت لقلبي مسفرا دون البقاع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع أنت في كل جميل وجمال يا مطاع قد تجليت لقلبي مسفرا دون القناع ولبثنا ثوب عز بعد تلفيك الرقاع ورضعنا ثدي واسل دائما من كل داء البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود بنيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود بنيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود وأرى باب السلام وأرى باب السلام يا زكي الجدود وأرى باب السلام يا زكي الجدود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود يا طراز الكون إني عاشق مستهام يا طراز الكون
فني مغرم والمدح فني يا بدر التمام مغرم والمدح فني يا بدر التمام قال ما أشكو غرامي يا نور الوجود قال ما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا ذهابي يا معدن الجود وأنادي يا ذهابي يا معدن الجود. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومنذ علقت بهذه الذرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تنزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبرزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببرز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود لله على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كناع هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وسلم الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق الممدود صلى الله عليه بتوفيق الله سيدة مريم سيدة آسيا ومهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه وسلم فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه وسلم صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد
أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاقربوا يا أهل المثاني فهزار اليوم غرد واستضيئوا بجمال فقى في الحسن تفرد. سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. صلى عليه سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد. سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام
السبيل كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد يا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلاة صل على الله محمد. تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من مدن أمي برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك رفع إلى أن له شرفا على مجد وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول من الأيام يوم الاثنين وموعد ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة صلى الله عليه تولى ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة. ومع بروزي إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك رب. صلى الله عليه. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب صلى الله حتى نظرت عليه. إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبست وأجعت فلن أنشب أن غشني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني. صلى الله عليه. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. صلى الله عليه. وأسفر ذلك عني ثم أعودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري. صلى الله فسمعت عليه. قائلا يقول أين أين ذهبت ذهبت به؟ به؟ قال إلى المشرق. صلى الله عليه. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه. صلى الله عليه. أين يأتي في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang mana asbabun nuzulnya adalah bagi mereka yang telah diberikan keterangan di kitab-kitab mereka tapi mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله والنور وكتاب مبين. Allah Subhanahu wa taala berfirman qad ja'akum, benar-benar telah datang kepada kalian semua. Mereka adalah orang-orang ahlul kitab. Saya tak gelem iman dekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada mereka nikahnya mana min babi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Asbabun nuzulnya memang kepada mereka yang tidak beriman, akan tetapi kita bisa mengambil pelajaran daripada ayat nikah. Qad ja'akum, telah benar-benar telah datang kepada kalian semua minallahi, daripada Allah. Pertama, nurun, cahaya. Cahaya nikah akan memberikan penerangan bagi mereka yang tidak mempunyai penyakit mata. Bagi orang yang mempunyai penyakit mata, penglihatannya kurang begitu jelas, maka sejelas apapun lampu penerang gelap tak bakal terak. Bene lampu nese kurang terak, tetapi peninggal nese kurang sempurna. Apa saya tak terangakin bi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Begitu jelas, begitu nampak. Maaf, benih hanya sekedar kita beribadah saya yatur bi Kanjeng Nabi, bahkan berak pun yatur bi Kanjeng Nabi. Masuk kamar mandi, benih masuk ke musola, benih masuk ke masjid, masuk kamar mandi. Soko sekacir pakade, keluar soko sekanan, baca doa, masuk keluar, masuk baca doa. Begitu jelas cahayanya. Hanya orang-orang yang matanya mempunyai penyakit sehingga tidak nampak cahaya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bada sa'adabu qad ja'akum minallahi nurun. Nur ning gak dinto bi makna syariah. Makna daripada nur adalah syariah. Syariat, aturan, ajaran seampun lek bektah tining Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bisa kita bayangkan seandainya kehidupan di atas bumi nikah tanpa aturan. Jadi kira-kira mungkin tadi hukum rimba pun sekuat Arya pada hukum beka dari ya. Anzala syar'a hanifan rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala yang telah menurunkan syariat kepada segenap manusia, tujuannya adalah rahmatan lil alamin, adalah sebuah kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasi ada bu nur yang kak dinto adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anapa mai kocak nur cahaya? Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya." Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan segala apapun menciptakan apa ya Rasulullah? Awwalu syai'in, pertama kali sesuatu yang Allah ciptakan di atas bumi. Bahkan sebelum bumi, sebelum langit dan seisinya. Awwalu syai', segala sesuatu. Faqala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Ketahuilah wahai Jabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan segala sesuatu baik di bumi maupun di langit, Allah menciptakan nur, cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Kanjeng Nabi ini ke cahaya. Oleh karena itu cek mate cahaya nih kak. Cek sampai mate cahaya. Cak nek benek kepaten obor niki. Benek cuma setretanan kepaten obor. Mula hubungan bi Kanjeng Nabi ini ka mate. Kepaten obor tada cahaya dalam ati kul panjenengan. Tada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia celaka. Lau ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata ain ma a'dadtu nafsi muslimah. Kalau seandainya sebagian daripada mereka mengatakan kalau seandainya Nabi hilang di hatiku, dari pandanganku, dari ingatanku, tarfata ain, hanya sekedap mata, hanya sekejap mata, sekedepan Kanjeng Nabi elang dari sengko, ma a'dadtu nafsi muslimah, engkau tak nganggep engkau orang Islam. Bagaimana dengan kita? Makanya majelis nikah hadir ngebe ateh, sabek dalam ateh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada terbang, ada seamunya, ada sagu, sabek ateh dalam ateh Kanjeng Nabi. Sehingga sampean tak tertarik ke terbang, tak tertarik ke musik, tak tertarik ke qasidah, tak tertarik deka lantunan-lantunan gosoid se. Kenapa? Karena pun cahaya dalam ate, ada boleh solawat saya ketocu. Cek sampai mati nih kak. Mula mati Kanjeng Nabi. Cahaya nak Kanjeng Nabi mula sete dalam ate nih ampun. Tak rokaruan pun. Ya. Al Habib Ali Al Habashi, Sahibul Maulid, dalam bait qasidah beliau mengatakan, Huwan nuru ya dil hairina diya'uhu wa fil hashri dhillul mursalina liwa'uhu talaqa minal ghaibil mujarradi hikmatan biha amtarat fil khafiqaini sama'uhu. Huwa nuru, dialah cahaya. Serah Gusti Kanjeng, huwa nuru, dialah cahaya. Yahdi, yang berikan petunjuk, lil hairina, kepada mereka yang dalam keadaan bingung. Diya'uhu, cahayanya, pancarannya akan memberikan penerang, petunjuk, hidayah bagi mereka yang dalam keadaan bingung.
Jangan bingung mun kibadah Kanjeng Nabi, bingung dor moho komariah, dor mari osomriah. Selama kibadah Kanjeng Nabi tak kira bingung, tak kira norok buntek sampean. Mula tak cocok dengan Kanjeng Nabi jak torok masih sahabat. Hah? Mula tak cocok ke Kanjeng Nabi. Jak sampai sete akhirnya karena pun sete cahaya gelap bingung, terombang-ambing ke barat ke timur. Wa fil hasyri dhillul lil mursalina liwa'uhu. Dan pada hari kiamat berkumpulnya manusia mahsyar, wa fil hasyri hari perkumpulan, maka naungan para rasul adalah panji bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek nyari Kanjeng Nabi mun ning dunya tak ada Kanjeng Nabi ban. Cek nyari Kanjeng Nabi ning dunya mun kake tak ada Kanjeng Nabi ning atena. Percuma. Cek nyari Kanjeng Nabi sampean mun tak ada Kanjeng Nabi ning aten sampean. Mula tak berkorban kanggo Kanjeng Nabi, tak berjuang kanggo Kanjeng Nabi. Tak nerangaki sifat-sifat tak gelem nerusaki perjuangan. Wallahi nyari Kanjeng Nabi wae ning dina kiamat. Apa sik bagi ke Kanjeng Nabi? Berbuat apa kake hutang umat ya? Abri apa kang hitang syariat ya kake? Hah? Bedain mainan Rasulullah nih bacaan sholawat dengan Kanjeng Nabi yang kepaman yang kependina bola. Hah? Ada Kanjeng Nabi dalam mati nah. Sampai mati nih kah? Cahaya-cahaya nih kah? Nomor 2 wa kitabum mubin Al-Quran. 2 nih titip pegangan selama hidup di atas dunia. Nurun cahaya Rasulullah SAW wa kitabum mubin Al-Quran. Hah? Selama 2 nih kah? Tapi bro al-mutamassik bidinillah fi akhir zaman kal gabit alal jamrah. Orang seneguk ke syariat agama ning akhir zaman nika kal qabit alal jamrah, ingat orang seneguk bara api si sangat panas mungkin mau lepas bekal kebakar anak-anak keluarga keluarga jenengan. Jaga aja istiqomah, salat berjamaah, Al-Quran, sholawat, situng be istiqomah, situng sunnah Kanjeng Nabi kor sampeyan istiqomah. Janya banyak. Mungkin duha atau kak 2 rakaat, mungkin siwak kah? Situng be, janya banyak. Tapi sampean pertahankan sampai mati, engkau tetap asiwak kana. Maka neka, semungkin waktu bekal nek sekonek bisa jawab. Engarsanipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya Al-Quran, Al-Quran cahaya. Mereka mulai tak ada cahaya dengan Kanjeng Nabi tak ada, Al-Quran lah mulai tinggal. Walayatubillah, walayatubillah. Termoga pada selamat. Ya, termoga majlis ini kan nambah mahabbah cinta Kanjeng Nabi, semakin menghidupkan cahaya Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walamma nadhama al-fikru min darari al-awsaf al-muhammadiyati uquda توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إله تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تعط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة النبي الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في مطارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصينك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وكي من المؤدين، ولعهدك من اللهم إنا لنعظم في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركاته وشربشاته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادي وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع القطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا، واكشف اللهم كربة المكروبين، وقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، وفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وإذهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع وفي الحرز المكين من الذنوب، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي.